صاحب السمو أمير قطر، صاحبة السمو أميرة قطر، إنني شديد العرفان لفضلك سمو الأمير أن وجدتم الوقت لتحضروا معنا هذه الليلة في هذه القاعة. إنني شديد العرفان أيضا لوجود سمو الأميرة بجانبكم، مع أن حضورها بالطبع لم يفاجئني، فنحن جميعا في ضيافتها هذه الليلة باعتبارها راعية لمؤسسة قطر وقائمة على رسالة علم وتنوير كرست لها جهدا بغير حدود وإخلاصا بغير نظير. إنني سمو الأمير أعرف عن شواغلكم ومشاغلكم ما يكفي لاستيعاب كل وقتكم وكامل تركيزكم، سواء مشروعكم القطري أو شواغلكم العربية ومسؤولياتكم أو ارتباطكم الوثيق بهموم الأمة والإقليم وقضاياهما ودورهما في العالم الراهن ومستقبله في زمن جديد. ويتضاعف شعوري بالعرفان عندما أتذكر أننا حينما التقينا في الدوحة بعد ظهر أمس على فنجان شاي بقصر الوجبة أنكم تفضلتم في ختام حديث تواصل أكثر من ساعتين حول شؤون وشؤون عالمنا العربي قولكم أنك تريد أن تكون معنا الليلة، ولكنك بعدما عرفت بعنوان ما أريد أن أتكلم فيه تخشى أن يكون من وجودك إحراجا لي فيما يمكن أن أقوله، وأنك ترغب في ذلك، وإنما تريدني أن أتحدث على حريتي كما قلت، لأن الحرية هي القيمة في أي قول. وقد أسعدني سمو الأمير أنكم تفضلتم وجئتم، ومجيئكم دليل على أن أسباب الحرج بيننا مرفوعة، لأن أكثر ما شدني إليكم هو اكتشافي منذ أول لقاء أنكم قبل الصدارة وقبل الإمارة كنتم دائما أنصارا لحوار مفتوح بحثا عن الحق والحقيقة، متشوقا إلى المعرفة والكشف، لا تخفون رأيا ولا تنتظرون ذلك من غيركم، وذلك من جانب من شخصيتكم أحترمه وأقدره. هناك سر آخر في تقديركم، وهو أنك محب لدرجة العشق لبلد اسمه مصر، ولقد سمعتكم قولا ورأيتكم فعلا تعبرون وتتصرفون على أساس قناعة راسخة لديكم بأن مصر ليست بلدا عربيا فحسب، وإنما هي وطن لكل العرب أملهم فيه ومستقبلهم معها. وذلك سمو الأمير ليس مجرد شعور صادق في موقفه، ولكنه برهان تاريخي وحضاري على ذكاء القلب وذكاء العقل. شكرا سمو الأمير، وبإذنك سمو الأميرة أنتقل إلى موضوع